ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقه جديده في كورسنا ال HTML. النهارده لو لاحظت هتلاقيني قالع النضاره. ده حاجه يدل على معنى مهم جدا، وان الموضوع اللي هنتكلم عنه خطير. بعيدا عن ده كله بقى، احنا هنتكلم النهارده عن تاج الهيد، وهنتكلم عن بعض الاليمنتس اللي ممكن تحطها جوه، او التاجز اللي ممكن تحطها جوه الهيد. الهيد زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيتحط فيه معلومات الموقع، من التايتل بقى اللي بيبقى موجود في الموقع، للمعلومات بتاعه مساحه مثلا الموقع، لاي حاجه ليها علاقه بالموقع، من التنقلات بقى واللينكات بتوصل في قد ايه. يعني كل حاجه ليها علاقه بالموقع وال HTTPS وال HTTP request والحاجات دي كلها. هو ممكن تقول المتحكم الرئيسي فيها هو الهيد. احنا النهارده ان شاء الله هناخد بعض الاليمنتس اللي موجوده في الهيد، حاجات بسيطه يعني، ده اللي انت هتحتاجه منها. اول حاجه زي ما انتوا عارفين قبل كده، هناخد اللي هو التايتل تاج ده اللي انت بتحط فيه في البار اللي هي فوق دي، الصفحه بتاعتك اللي انت بتفتحها بيبقى ليها اسم. الاسم اللي موجود فيها ده هو التايتل. فانت مثلا هتسمي الصفحه بتاعتك اي حاجه، مثلا هسميها تيستنج ويب سايت مثلا. تعال نشغل كده. زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقيه فوق في البار، هتلاقي مكتوب تيستنج ويب سايت. ده عشان انت حطيت له التايتل. فطبعا كده انت عرفت ان اي تايتل بيتحط هو مسؤول عن الكلام اللي بيبقى مكتوب في البار فوق. ماشي. طب ده حاجة كده مهم انك تحفظ الحاجات دي اكتر، يعني انت لازم تفهمها وتحفظها في نفس الوقت، لان الحفظ مهم جدا في ال HTML، خاصة انك هتحتاج تحفظ تاجات كتير. تاني تاج عندنا هو ضخم، يعتبر يعني حاجة ضخمة جدا، هو الميتا. اللي هو زي ما قلنا قبل كده ايه، ان هو فتحته في قفلته، يعني هو بيتفتح ويتقفل على طول، لان الاتريبيوتس اللي جواه هي اللي بتحدد ايه هي المهام اللي هو يأديها. ماشي. خلينا ناخد بعض المهام اللي هو بيأديها الميتا، زي مثلا الشارست UTF 8. ايه الشارست UTF 8 ده؟ بيعمل ايه بكل بساطة؟ شارست UTF 8 ده بيخلي الموقع يعرف ان الكلام اللي هيتكتب ده بيعالج الكلام اللي هيتكتب على الاسكي تيبل. ايه هي الاسكي تيبل؟ الاسكي تيبل دي هي مجموعة كلام كله الانجليزي بقى، باللغة الانجليزي، كابيتال وسمول، وكل الارقام وكل علامات التعجب وكل كل حاجة ممكن تكتبها ممكن الكمبيوتر يعالجها. فهو بيدي للموقع ان هو هيعالج كل الكلام اللي ممكن يتكتب. يعني مثلا في مواقع لما تيجي مثلا انت بعد كده في شغلك، لما تيجي تحط مثلا علامة التنصيص يقول لك لا ما ينفعش. لا، اليو تي اف 8 بيمنح لك الفرصة انك تشتغل بده كله، واشتغل بعلامات مختلفة حتى لو ما كانتش تبع الكلمات او الحروف. ماشي. دي وظيفة للميتا اللي هي الشار ست. مهم برضو تحفظ الاتريبيوتس دي، لانك هتحتاجها كتير جدا. لانك مثلا لو احنا عملنا كده، لو مسحنا ده كله وعملنا كده علامة التعجب وتدوس انتر، بيعمل لك الصفحة كاملة. هتلاقي اصلا اساس انك تبقى حاطط الميتا اللي هي تشار ست يو تي اف 8. ده اساسي. انت لازم تحفظ الحاجات دي، حتى لو ما عندكش المساحة انك تعملها دايركتلي اوتوفيل، لازم تكون حافظها. ماشي. خلينا نرجع لموضوعنا. دي وظيفة من وظائف الميتا. في وظيفة تانية اسمها الديسكريبشن. الديسكريبشن طبعا انت بتحط في وظائف بتحتاج لحاجتين، بتحتاج اتنين اتريبيوتس. الديسكريبشن اكتبه في الاول في النيم، في اتريبيوت اسمه نيم، بتحدد ايه الخاصيه اللي انت هتعدلها في الموقع بتاعك. بعد كده بتحط له مثلا كلام، بتحط المحتوى بتاع الخاصيه دي. ماشي. مثلا تيستنج ويب سايت ديسكريبشن مثلا. دلوقتي ده عمل ايه؟ ده برضو حاجه مش هتبقى ظاهريه قوي. ده انت لما تيجي مثلا ترفع الموقع بتاعك على النت وكده، والناس تبحث عنه، عارف انت الديسكريبشن اللي بيبقى موجود تحت ده؟ يعني احنا مثلا لو بحثنا على جوجل دلوقتي، رحنا على جوجل وبحثنا مثلا على جوجل تاني، هنلاقي في كلام مكتوب تحت هنا.
الكلام اللي مكتوب تحت ده هو ده الديسكريبشن اللي بيبقى موجود من الميتا. الميتا هي اللي بتحط الكلام ده. طب سيبك من دي دلوقتي، ده كده وظيفة من وظائف الميتا. في وظيفة تانية وهي برضو بتستخدم فيها النيم. طبعا هي الاتريبيوت بتكتب ازاي؟ تكتب اسم الاتريبيوت، بعد كده علامة يساوي، وبعد كده بين علامتين تنصيص القيمة بتاعة الاتريبيوت. اي اتريبيوت في الدنيا لازم بتعمل معاه كده. فانت في اتريبيوت تاني بتستخدمه اسمه author. الاتريبيوت بتاع الاثر ده بيحدد مين اللي عمل الصفحة دي. مثلا ممكن تحط له اسمك بقى، مثلا ممكن تحط له مثلا ميدو، اي حاجة. طبعا ده برضك مش هيظهر بشكل مباشر، حتى هنا مش هتلاقيه ظاهر قوي، بس هو كبرمجيا انت ممكن تعمل حاجة زي كده، انك تحدد مين صانع الموقع. طبعا دي هتظهر امتى؟ لان مثلا انت اخدت اللينك ده وبعته لواحد، فهو بيظهر ساعات كده لما مثلا انت بعت له على الواتساب ولا حاجه، بيظهر قدامه الاثر. بيتكتب جنبه بقى اسم اللي عمل الموقع ده. لو انت حطيت الميتا نيم اثر كونتنت، حطيت الاسم اللي انت عايزه. في حاجه تانية برضك ممكن تعملها من وظائف الميتا برضك، هظبطك النهارده ما تخافش. نيم الفيو فيو بورت. ايه هو الفيو بورت بكل بساطه؟ فيو بورت ممكن تقول هو المنظم لحكايه الريسبونسبيلتي. ايه هي الريسبونسيف، او ايه هو الموقع الريسبونسيف؟ الموقع الريسبونسيف اللي هو بيشتغل على كل الاجهزه، بيشتغل على الجهاز الواسع اللي هو الضخم او العريض زي الكمبيوتر مثلا، او بيشتغل على اللابتوب اللي اقل منه شويه، بيشتغل على التابلت، بيشتغل على التليفون، بيشتغل على ده كله. فدي ممكن تقول عليها خاصيه في الموقع بتاعك بتعدلك الموضوع ده. او ممكن تقول عليها هي ما تيجي ندخل في كورس السي اس اس بعد كده، هي اللي بتنظم لك عمليه انك تتحكم في الستايلات بقى على اساس الحجم بتاعه. فاحنا دلوقتي هنحط له كونتنت الويتس ديفايس ويتس. دي معناها ايه؟ بتعرفه ان الموقع اللي انت هتحطه هيبقى على اساس الشاشه اللي انت هتعملها. يعني مثلا انت ما ينفعش تقول له بدل الويتس ده كمبيوتر ويتس مثلا، دي حاجه مش موجوده. بس انت ممكن تقول له مثلا بي سي ويتس او كمبيوتر ويتس. دي معناها ايه؟ انك انت هتحط له شاشه مثلا 1440. فده معناه انت لو شغلت التليفون ده، لو شغلت الموقع على التليفون مش هينفع يشتغل. يعني هو حتى لو اشتغل شاشه ضخمه جدا ويقعد يقلب بصباعه كده، طبعا ده مش حاجه صح. بعد كده بتحط له الانيشال سكيل مثلا 1. دي بتعمل ايه برضو؟ دي بتحدد الحجم بتاع الصفحه يبقى عامل ازاي، او الوسع بتاع الصفحه. ماشي، دي كان احد الوظائف برضو، دي انت مش هتحتاج تستخدمها كتير، هو بيعملها لك تلقائي يعني. ماشي، ودي كده الميتا. في حاجه كمان ممكن نستخدمها بجانب الميتا وهي اللينك. دلوقتي اللينك ده بيعمل ايه؟ دلوقتي انت لو عملت صفحه مثلا، طبعا ده مثال يعني ستايل دوت سي اس اس، ممكن تسميها اي حاجه دلوقتي، بس انا عايزك تاخد الفكره. يعني انا مش عايزك تركز في اي حاجه انا هكتبها دلوقتي هنا. عملت مثلا عملت كلمه، حطيت مثلا كلمه هنا كتبت فيها هلو وورلد، وانا سلكت على الاتش 1 ده وحطيت له لون احمر. دلوقتي انا لو دخلت هنا مش هتلاقي اللون اتغير خالص. ليه؟ لانك ما عملتش لينك بين صفحه ال HTML وصفحه ال CSS. اللي بيعمل لينك هو التاج بتاع اللينك، بيعمل لينك بين صفحه ال HTML وال CSS، حاجه اسمها الريل ستايل شيت. بعد كده بتحط له الhref بتاعها اللي هي ستايل دوت CSS. يعني انت عملت لينك بين صفحه ال HTML وصفحه ال CSS. دلوقتي احنا لو دخلنا تاني هنلاقيها بقت حمرا فعلا، لانك ربطت بين صفحه ال HTML وال CSS. مش ازاي؟ باتنين خاصيه برضك، لانك زي ما احنا قلنا قبل كده في اتريبيوتس بتحتاج معاها اتريبيوتس ثانيه مساعده عشان اصلا تتفعل كمان، بعيدا بقى عن اصلا التاجز بتشتغل باتريبيوتس بشكل عام. ولو لاحظت هتلاقي اللينك برضك من فتحتها في قفلتها
اللي هي بتتفتح بتقفل في نفس ال يعني قفلتها فتحتها على طول. ماشي، دي ريل اشرف. دلوقتي في برضك حاجه كمان، اخر حاجه بقى هناخدها يعني، وهي السكريبت. السكريبت مثلا سكريبت دوت جي اس. السكريبت ده بيعمل ايه؟ السكريبت ده اللي بيربط بين صفحه HTML والجافا سكريبت. انا دلوقتي لو عملت كده، عايزك تركز في اي حاجه انا بكتبها دلوقتي. عايز اطبع حاجه مثلا في الموقع ده، اطبعها في الكونسول. الكونسول ده بيبقى حاجه هنا كده موجوده. كونسول ده الكونسول بتطبع فيه اي حاجه. دلوقتي انا طبعت، قلت له ان هو يطبع كلمه هالو وورلد، فما طبعهاش هنا ليه؟ انك ما ربطتش بين صفحه ال HTML اللي هي الصفحه دي اللي انت تطبع فيها وصفحه والملف بتاع السكريبت. في طريقه ممكن تعمل بيها كده، وهي اللي تكتب اللي هي السكريبت وتكتب السورس بتاعه اللي هو سكريبت دوت جي اس، تقفلها كده. او ممكن افضل انك هي من التاجز اللي فتحتها بقفلتها، وممكن تفتحها وتعمل لها قفل. ماشي، عشان تفعلها برضك لازم تعمل ديفير. ديفير دي هي اللي بتطبق السكريبت على الكود بتاعك كله. طبعا انت لو بعد كده هناخدها هتبقى موجوده تحت كده السكريبت، كل اللي فوقيها بيتطبق عليه، لكن احنا دلوقتي عايزينها ان هي تطبق على كله، تطبق على كله. احنا بنعمل كده، خلنا في صفحه ال HTML تاني هنلاقي موجود هالو وورلد زي ما احنا توقعنا، زي ما احنا توقعنا. ماشي، خلاص ماشي. ده كده يعتبر ملخص الاليمنتس الموجوده في الهيد. دي معظم الموجود او المعظم اللي بيستخدم او الاشهر في الهيد ده، الاليمنتس اللي بتستخدم في الهيد دي اشهرها يعني. وبس كده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وراجع راجع راجع على كل اللي احنا خدناه، وفرج على الفيديو تاني، حتى اتفرج على الفيديو تاني. وما تنساش تحفظ كل الاليمنتس دي بعد كده، عشان احنا هنشتغل على مشاريع وهنحتاج تحتاج انك تكون حافظ الحاجات دي، وتكون حافظ التاجز والاتريبيوتس بتاعتها، عشان الموضوع يكون اسرع بكتير. ماشي، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.